برضه. فالشاطبي خطف قلبي، والشاطبي الحقيقة عالم لم يأخذ حقه من التبجيل والاحترام الحقيقة، كعادة علماء المغاربة. يعني المغاربة سبحان الله، المغرب كأنه مأخوذ من الغروب، والشرق من الشروق. اللي عايز يتشهر يجي الشرق. يعني ابن عبد البر ما اتشهرش لما جه الشرق، ابو الوليد الباجي ما اتشهرش لما جه الشرق، ابن حزم يعني اتدفن لانه فضل هناك، ما خرجش من المغرب. يا مغرب الأوفي أفخر، فما بلد إلا تمناك أما واشتاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيي يمطر الذهب، والليث لو لم يصد، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر. شعبها ملتزم متدين فيما أرى، وفيها ثقافة جمالية عالية، وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله حتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. المغرب العربي سبحان الله عندهم هذا البعد الروحي بشكل جميل، تجد هذا حتى في دعاتهم في علمائهم في كذا، وتشعر بدفقات من الإخلاص غريبة يا أخي. كلمة أخيرة لأهل المغرب من خلال منبر هو يبرز. يعني أحمل انطباع جيد جدا عن هذا البلد. أنا زرته عدة مرات. أول زيارة له عام 93 كنت مندوب سوريا في مؤتمر الأوسيسكو. أنا أحمل أحلى انطباع عن هذا البلد، في تدين، في أذواق عالية جدا، في توحد، يعني في تعاون بينهما، وفي عنده في أمراض كثيرة بالعالم الإسلامي أرجو أن تكونوا أنتم في شفاء منها.